الحين ورايك نفوز منك البقية هذه، لأنه بالنسبة لنا ما احناش نرجع عند يعني نحطها عندك وبالآخر تولى تفلت لي مرة ثانية. لا أحطها لعندي مرة ثانية قطع رقبتي ما سلمني ولا حاجة. كيف يعني أنت الآن فلتك وهي بنتك؟ فلتها يا أخي، يا أخي هذا فلتها من جوع وعطاش، ما فلتش أنا هكذا. كيف ما تموت لا بلاش، وطلع واحد يربي ولا واشتغل على الباقي ولا تموت لفساد. طيب ما تحطه هي والباقي ورزقهم من الله سبحانه وتعالى، أنت اللي اسعى والباقي الله سبحانه وتعالى ما يفلتش حد. يا أخي أنا عايز ما سعيت ما استطاعش عايز. الورقة هذه اللي عملتها ويني؟ موجودة معه. معه؟ مع محمد حسن. محمد حسن هذا بيدي الورقة هذه الحين؟ يدي الورقة ويدي البنية. كم اللي عنده البنية؟ لا غالي لسنة. لا عنده سنة. أيضا ما شفت عنده يجي عند جدته وعنده عند جدته عنده. جدته ويني؟ جدته هي جنبه. جنبه هنا. هي عمته أخت أبوه. عمته أخت أبوه. احنا عاد نرجع لك البنية، بس إذا أنت عاد تفلت له ولا عاد يعني يمكن مرة ولا تكرر هذه مرة ثانية. عن جي أنا أكلمك بصراحة، عن جي احنا نتكفل بالعيال ما عليك، بس عن بوزك السجن. نتكفل بالعيال وأنت عاد تروح السجن، لأنه هذه بنية يعني حرام إنك تفلت بنتك. هذه فلذت كبد. هذه البنية، هذه هي البنية. ها؟ بز بنتك، بز بنتك لو حد فاك بصير تقبل باك ولا لا؟ كيف حالك يا عمورة؟ كيف حالك؟ هذا ليمونة. باسم ايش؟ ها؟ ليمون من؟ ليمون من يا عمورة؟ ليمون. يلا ادي ليش قعالة؟ ليمون ياسر. وينه بابا؟ يا أخي اسمك لو تسمح؟ محمد حسن. محمد حسن من؟ الفتي علي. أنت اللي اشتريت البنت؟ طيب كيف وصلها؟ أنا اديته كان ظروفه صعبة ما بيسمعه، جاء مع مرض ولا معاه يعاني لبيته ولا يعالج مرضه ولا معاه حاجة. من المريض؟ ها؟ من المريض؟ مرض زوجته. مش مرضه؟ مرض صراع. طبعا هذه زوجته الثانية مش زوجته أم البنت، هذه زوجته الثانية اللي قد زوجها بعد الله. زوجته الثانية وأمه كانت تعبانة وابنه من المرض ولا تعبان. هو إنسان مستضعف ما معيش ولا شيء. أنا قمت فعلت واجب هذا فعلت خير، قلت له هذه بيد لك الجسد وما فعلش لا مبيع ولا حاجة، قال لي هذه لك. أبي تجي عنده. طيب والورقة اللي بينكم؟ ورقة بيننا ما في ورقة. إلا بورقة كيف؟ احنا نشتري هذه الورقة ندي هذه الورقة تسلمه لنا، وعملنا الآن ورقة التزام منك ومنه عدم تكرار مثل هذه الأشياء، لأنه هذه أشياء يعني تدخل بالإنسانية، هذه خارجة عن نطاق القانون. وبالنسبة للمبلغ الذي دفعته يعني احنا مستعدين نرجع لك البيس هذه على أساس ما تكررش مثل هذه القضايا. هذه المرة بتكون لك ولغيرك، إنه الآن بنتعاطف معكم إنسانيا، لكن المرة الثانية بيتخذ معكم قانون، والقانون يقرر مثل هذه الأشياء، هذه متاجرة بالبشر. احنا بالنسبة لنا ما هيش متخذين لها تجارة. المهم احنا الحمد لله نحن توصلنا لك وتوصلنا لوالد البنت وتوصلنا للبنت وأعدنا البنت إلى بيته، والآن منتظرين منك بس تدلنا الورقة ونكمل الإجراءات وتعملوا لنا التزام قدام الناس جمعة. والدكتور يعني الشكر الكبير نوجهه أولا للدكتور عبد الله، الدكتور أحمد عبده الحكمي، هو الذي وصلنا إلى هذه المنطقة، والأستاذ بتعاون الأستاذ لطف مدير مكتب حقوق الإنسان بمديرية القفر. احنا جميعا أتينا لحل القضية إنسانيا، يعني قبل ما يهمنا أي شيء أنه نحل القضية إنسانيا وعدم تكرارها سواء في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى. حضر الورقة الآن ولا نسمح. طيب تجيب لنا الورقة والدكتور الآن بيخليك تعمل التزام. لأي أحد يعني أن يمارس مثل هذه الأشياء. الآن حضر الورقة.